إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 21 من يونيو عام 2024. كما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، يلي ذلك فاصل غنائي، ثم تتابعون بعد ذلك حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، وفيه نقدم لكم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات موضوعا حول أسباب انهيار التحالف بين الرئيسين الإريتري إسياس أفورقي والأثيوبي أبي أحمد. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار، أبتدئها بالعناوين. الإريتريون يحيون ذكرى الشهداء الذي يوافق 20 من يونيو كل عام. تجدد المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم والفاشر. وغرق سفينة الشحن توتور التي استهدفها الحوثيون الأسبوع الماضي في البحر الأحمر. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. أحيا الإريتريون في الداخل والشتات ذكرى يوم الشهداء الذي يوافق 20 من يونيو كل عام، حيث يتذكر الشعب الإريتري في هذا اليوم أبنائه الذين دفعوا حياتهم ثمنا لتحرير بلادهم. ويعد الشعب الإريتري هذه الذكرى مناسبة لتجديد العهد والوفاء لوصية الشهداء التي لم تتحقق. وأحيا الإريتريون في معسكرات اللجوء ودول الشتات ذكرى هذا اليوم بمشاعر مختلفة بين مرارة الفقد وألم الفراق، وبين المصير الذي آل إليه الوطن والمواطن من تشرد ودمار وبؤس وشقاء تسبب فيها تنكر النظام حياة من تساقطوا أبطالا شامخين في ساحات القتال لأجل أن ينعم وطنهم وشعبهم بالحرية والأمن والرخاء والازدهار، مؤكدين على ضرورة أن يصاحب ذكرى الشهداء العمل لأجل استعادة الحرية المسلوبة وتحقيق الأهداف النبيلة التي قدموا أرواحهم فداء لها، وليس مجرد إحياء الذكرى وتقديم الوعود فقط. ويتطلع المواطن الإريتري في هذه الذكرى المجيدة إلى تحقيق وصية الشهداء التي تنكر لها النظام وأصبح فاقدا للأهلية الأخلاقية لتلبية الوصية. وإن شعب إريتريا الذي حارب الاستعمار الأجنبي والأنظمة الأثيوبية المتعاقبة ودفع خيرة أبنائه من أجل تأمين استقلال بلاده اضطر إلى دفع عشرات الآلاف من الشهداء مرة أخرى عندما نشب صراع حدودي كان ينبغي حله عن طريق الحوار والمفاوضات لحقن دماء الآلاف الذين سقطوا ضحية لمؤامرات وعبثية النظام. ولم يتوقف الأمر عند ذلك فحسب، حيث فقدت إريتريا أعدادا أخرى من الشهداء الذين لم يعلن عن عددهم رسميا حتى الآن، بالإضافة إلى الجرحى والمعاقين في صفوف القوات الإريترية التي تم الزج بها في الحرب الأهلية الأثيوبية في إقليم التيغراي في الفترة من 2020 إلى 2022. وبهذه المناسبة يحث الإريتريون في الخارج الجميع على العمل معا لأجل إنهاء مسلسل الموت المستمر ومعاناة المواطنين الذين فقدوا فرصة العيش في بلادهم بسبب السلوك الجائر للحكومة الإريترية. تجددت المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع جنوب العاصمة الخرطوم وفي الفاشر عاصمة شمال إقليم دارفور في الأيام الثلاثة الماضية. ونقلت قناة الجزيرة عن مصادر محلية من العاصمة السودانية الخرطوم سماعهم قصفا متقطعا للأسلحة الثقيلة في محيط سلاح المدرعات جنوب العاصمة الخرطوم. من جهته قال الجيش السوداني إن قوات العمل الخاص بمنطقة الشجرة العسكرية كبدت الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح جنوب الخرطوم. ونشر الجيش صورا قال إنها لقوات العمل الخاص وهي تستعرض مركبة مقاتلة بكامل تسليحها
من ضمن كميات من العتاد استولت عليها من قوات الدعم السريع. وفي المقابل اتهمت قوات الدعم السريع في بيان على منصة إكس الجيش السوداني والكتائب المتحالفة معه بتصفية 50 مواطنا على أساس عنصري في القرية 32 في محافظة أم القرى بولاية الجزيرة وسط السودان. وشجب البيان ما أسماه الجريمة العنصرية التي تم ارتكابها على أساس عرقي، حيث ينحدر معظم الضحايا من مناطق بعينها في السودان. وذكرت قوات الدعم السريع أن ما حدث يكشف بجلاء مخطط إشعال الفتنة ودفع البلاد للحرب الأهلية وفقا لما جاء في البيان. أفادت وكالات الأنباء بأن السفينة تورتور المملوكة لشركة يونانية والتي استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر الأسبوع الماضي تأكد غرقها يوم الأربعاء الماضي نتيجة لقوة الهجوم. وذكرت مصادر من بينها شركات أمن بحري وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن السفينة من المعتقد أنها سارت ثاني سفينة يغرقها الحوثيون في البحر الأحمر بعد السفينة البريطانية روبيمار التي غرقت في مطلع مارس الماضي بعد نحو أسبوعين من تعرضها لقصف صاروخي. وألحق الحوثيون أيضا الأسبوع الماضي أضرارا جسيمة بالسفينة فيربينا التي ترفع علم بالاو والتي كانت محملة بمواد بناء خشبية. ووفقا لوكالة رويترز للأنباء فقد ترك البحارة السفينة فيربينا بعد إخفاقهم في احتواء الحريق الذي تسببت فيه الهجمات، وتنجرف السفينة الآن في خليج عدن وهي معرضة للغرق أو لمزيد من الاعتداءات. هذا وأجبرت هجمات الحوثيين المكثفة على سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن العديد من شركات الشحن البحري على تحويل مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس إلى الطريق الأطول حول جنوب إفريقيا، مما يعطل عمليات التسليم ورفع التكاليف. ومنذ نوفمبر الماضي يهاجم الحوثيون السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، ويؤكدون استمرار هجماتهم حتى توقف إسرائيل هجماتها على القطاع وفك الحصار الذي تفرضه عليه. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما نوهنا في بداية البرنامج تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، وفيه نقدم لكم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات موضوعا حول أسباب انهيار تحالف الرئيسين الإريتري أسياس أفورقي والأثيوبي أبي أحمد. نتابع سويا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث. ساد في الآونة الأخيرة فتور ملحوظ وأزمة في العلاقات الإريترية الأثيوبية، أو لنقل في علاقة الرئيس أسياس أفورقي بأبي أحمد، بعيدا عن إقحام الدولتين إن جاز لنا التعبير، لأنه بالنسبة للحالة الإريترية فإن الرئيس أسياس أفورقي هو المتحكم بمقاليد الأمور في إريتريا وفق مزاجيته وأهدافه المستمدة من مخيلته التي تضمر السوء، والبقية مجرد أتباع وأبواق تسوق بما يوجهها به ولا تملك غير ذلك، بل ولا تجرأ لأن تعترض على شيء مما يقوله أو يفعله. حالها في ذلك حال عامة الشعب الإريتري المغلوب على أمره، وإن تقلدت في الظاهر مناصب عليا أو علقت على أكتافها الرتب العسكرية العليا والنياشين والأنواط المختلفة، فهي تظل في النهاية مجرد دمى يحركها أسياس كما يشاء وكيف يشاء. أما أبي أحمد فبالرغم من وجود برلمان وحكومة منتخبة، إلا أنه استطاع منذ الوهلة الأولى لتوليه قيادة أثيوبيا بشخصيته الكاريزمية أن يوسع من سلطاته والتحكم في مفاصل الدولة بشكل يضمن له البقاء في سدة الحكم لفترة طويلة، وعمد إلى إقصاء كل من يعتقد أنه يقف حجر عثرة أمام طموحه الجارف المتشبع بعنفوان الشباب الطموح في التشبث بمنصبه وفرض هيمنته في إطار سعيه لتكريس سلطة الدكتاتورية وإشعال الفتن والحروب التي تضمن له البقاء في سدة الحكم أطول فترة ممكنة، أسوة بحليفه الجديد أسياس أفورقي. ورأينا أنه كيف استطاع إقصاء جوهر محمد السياسي الذي يحظى بشعبية واسعة لكونه سار منافسا قويا
وبإمكانه سحب البساط من أبي أحمد في حال أتيحت له فرصة الترشح لخوض انتخابات عام 2020 التي تم تأجيلها بسبب جائحة الكورونا لتنفجر على إثرها الأزمة المعروفة بين أبي أحمد وإدارة إقليم التيغراي. وهكذا أصبح أبي أحمد يطهر الساحة السياسية من المنافسين له في أثيوبيا لصالحه، وكان أقوى تلك الإقصاءات إشعال شرارة الحرب في إقليم التيغراي لإنهاء أو إضعاف جبهة التيغراي التي مثلت حينها عقبة كأداء في بقائه على السلطة، واستطاع من خلال تحالفاته الداخلية والخارجية كسر شوكة جبهة التيغراي وإضعافها بصورة جعلها في نهاية المطاف تصل إلى المستوى الذي وصلت إليه، بحيث أنها تقبل بشروط السلام الأخيرة التي جردتها من أسلحتها الثقيلة وعتادها الحربي والكثير من الامتيازات التي كانت لها قبل الحرب الأهلية. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان لماذا انهار حلف أبي أحمد أسياس أفورقي؟ فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتورن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو. وبالعودة إلى اتفاق الرئيسين أسياس أفورقي وأبي أحمد الذي جاء سريعا ومفاجئا دون أي مقدمات أو مباحثات تعكف في البحث عن أسباب الخلاف السابق وجوهره، بحكم أنه ليس خلافا عاديا لكونه شهد حربا ضروسا استمرت 3 سنوات وشهد سقوط الآلاف من القتلى في البلدين، بالإضافة إلى الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المدنيون لا سيما في الجانب الإريتري، وهي في تقديرنا كانت تحتاج إلى تفاهم أعمق ولجان مختلفة تعمل على دراسة مستفيضة لوضع الحلول والمعالجات التي تكفل وتضمن عدم انزلاق الطرفين مرة أخرى إلى مثل هذا المستنقع. ولكن كل ذلك لم يحدث، لأنه ببساطة كان هذا الاتفاق مبنيا على مصلحة طرفي الاتفاق الشخصية لا مصلحة الأوطان، والدليل على ذلك أننا لا نعلم حتى اليوم ماهية هذا الاتفاق وتفاصيله وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، وهو ما جعل الكثيرين يبدون تخوفهم على مصير هذه الاتفاقية ومدى قدرتها على الصمود بالرغم من الابتهاج والاحتفالات والضجيج الذي صاحبها، دون فهم أو إدراك لما يجري في مطابخ السياسة وتجاهل المظالم التي وقعت بحق الشعب وشطبها بجرة قلم واحدة تمثلت في مقولة الرئيس الإريتري المشهورة آي طف أنان آي كسرنان نبرتنا كل بملء تملي سلنا، أي لم نخسر شيئا وأن ممتلكاتنا لم تضع وعادت إلينا كاملة، وذلك في أبهى صورة للاستخفاف والازدراء بآلام الآباء والأمهات والزوجات اللاتي يعتصرهن الألم لفقد الأزواج والأبناء في هذه الحرب، فضلا عن الانتهاكات الإنسانية الأليمة، ليعقب ذلك تحالف الرجلين في مرحلة جديدة استهدف فيها عدوا مشتركا يمثل عقبة أمام طموح كل منهما، ولكن وفق رؤية مختلفة لكل منهما. ومتى ما حقق أحدهما الهدف رمى بالآخر في سلة الأقدار المؤلمة التي لم يحسب لها حساب، وهو ما يبدو جليا بعد خوض الطرفين حربهما المشتركة ضد جبهة التيغراي، حيث رأى أبي أحمد أن كرت أسياس الذي بادر في ذات مرة بمد يد السلام إليه لم يعد كرتا مهما الآن. حول هذا الموضوع مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات نستعرض فيما يلي مقالا للكاتب والصحفي والدبلوماسي السابق فتح عثمان، والذي نشره تحت عنوان لماذا انهار حلف أبي أسياس؟ نتابع سويا. هذه إذاعة إيرنا. استهل فتح عثمان المقال بقوله: يبدو الحديث عن أسباب انهيار حلف أبي أحمد وأسياس أفورقي بعد حرب تيغراي خوضا في موضوع أصبحت أسراره مكشوفة، لكن ما يعيد السؤال إلى الواجهة حاليا هو ذيوع إجابة تحاول أن تصور تحالف الرجلين كميثاق غليظ نكص أحدهما عنه، ولكأنما تحالفهما كان تحالفا عقديا ومبدئيا، وهو أبعد ما يكون عن ذلك. هذه الإجابة الراعشة تجاهد من أجل البقاء رغم جهلها أو تجاهلها لطبيعة تحالفات الحروب وأسباب انهيار هذا التحالف بالذات.
المعروف تاريخيا عن طبيعة تحالفات الحروب أنها آنية وذات طبيعية نفعية بحتة بين شركاء يكونون في معظم الأحيان على طرفي نقيض، وسرعان ما يقف حلفاء الأمس في خنادق ضد بعضهم البعض اليوم. في القرن الخامس قبل الميلاد تحالفت كل من أثينا وإسبارطة ضد غزو الإمبراطورية الفارسية، وبعد التصدي للفرس ودحرهم انقلب الحليفان ضد بعضهما البعض في حرب مباشرة وحروب بالوكالة أدت إلى انهيار أثينا وعصرها الذهبي المنسوب إلى بيريكليس، وبذلك تهاوت أول ديمقراطية في الغرب. وفي الحرب العالمية الثانية انهار حلف الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قبل أن تجف دماء جنودهما في القبور، وتحولا إلى أكبر خصمين تاريخيين بعد أثينا وإسبارطة. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان لماذا انهار حلف أبي أحمد أسياس؟ فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ويسترسل فتح عثمان قائلا: وبالعودة إلى سؤالنا نجد أن تحالف كل من أبي أحمد وأسياس أفورقي كان تحالفا آنيا دخله كل منهما بنوايا وأهداف خاصة، رغم أن العدو واحد ومشترك. ولكن ما الغرض الذي خاض كل منهما الحرب من أجله؟ يجيب فتح عثمان: في تضاعف الإجابة على هذا السؤال تكمن الإجابة على السؤال الأول، فالرجلان لم يدخلا الحرب من أجل هدف واحد. أسياس أفورقي ومن طبلوا له دخلوا الحرب من أجل اقتلاع جبهة الويانة والتخلص من شرورها مرة واحدة وللأبد، وهو خيار جذري ودامي ولا توسط فيه، أي لا يقبل أي مساومة سياسية. أما أبي أحمد فدخل الحرب من أجل تحجيم قوة جبهة تيغراي وتقليم أظافرها وإذلالها دون دفعها لخيارات يائسة كالانفصال، وهو خيار غير جذري وقابل للمساومة والتفاوض. هذا الاختلاف الجذري بين موقف الرجلين هو الذي أصاب تحالفهما في مقتل، والمسألة كانت مسألة وقت فقط لتظهر جلية للعيان. ولكن التدخل الخارجي وخاصة الولايات المتحدة كان هو السبب الآخر. فأبي أحمد رغم اختلافه مع الولايات المتحدة إلا أنه يعرف أنها حليف تاريخي لبلاده ويعتمد عليها ماديا ومعنويا، ولا يستطيع إلا التعامل مع ضغوطها، على عكس حليفه في أسمرة، والذي لا تعني الضغوط الأمريكية له أي شيء بسبب العزلة الخانقة التي يعيشها منذ عقدين ونصف. تحقق مراد أبي أحمد من الحرب والحلف، وخضوعه للضغوط من أجل إنهاء الحرب أدت إلى توقيعه لاتفاق بريتوريا الذي أصبح من ناحية أخرى شهادة الوفاء الرسمية لحلفه مع أفورقي، والذي لجأ إلى التحالف مع خصوم أبي أحمد من القوميين الأمهرة وجبهة ميليشياتهم المعروفة باسم فانو. وما يجعل أسياس أفورقي ناقما وساخطا على حليفه هو عدم تحقق هدفه من الحرب، وإحساسه بأن أبي أحمد حقق أهدافه من الحرب بدهاء يحسد عليه واستجاب لضغوط الأعداء. لم يتناول أسياس أفورقي في أي من أحاديثه أسباب تصدع الحلف، لكن من تطوع له بشرعنة الحرب ذات مرة يهيلون التراب على أبي أحمد اليوم بوصفه ناكثا عن العهد والميثاق، والآن يحاولون تجاهل أسباب تصدع وانهيار الحلف بإلقاء اللوم على أحد طرفيه، متجاهلين الأسباب الجذرية للانهيار. ربما كان جرد سياسي بسيط لغرض كل من الزعيمين لدخول هذه الحرب كافيا لتحديد أسباب انهيار حلفهما من ناحية، وتحديد من الخاسر والكاسب من هذه الحرب من ناحية أخرى، وإن كانت كل المكاسب تكتيكية وتهدف في الأساس للبقاء على السلطة، مما يدفع المنطقة نحو تحالفات واصطفافات جديدة سيعجز البعض من التبرير لها، لأنها حينئذ ستنافي حتى منطقهم الذي دأب على إكساب الحرب شرعية سياسية وتصوير الوطن بأنه اقتلع الأعداء للأبد، وأنه سوف يعيش في سلام ورخاء أبديين. هذه إذاعة إرينا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. الإريتريون يحيون ذكرى الشهداء الذي يوافق 20 من يونيو كل عام.
تجدد المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم والفاشر، وغرق سفينة الشحن توتور التي استهدفها الحوثيون الأسبوع الماضي في البحر الأحمر. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في إذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا.